كذلك اهتمت قناة العربية الحدث بعرض تقرير حول الصحراء الغربية يبرز وصف جبهة البوليساريو للمملكة المغربية بأنها محتلة لما تصفه بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. مقاطعة جزر المالديف لدولة قطر كسرت قلوب العاشقين القطريين، فهذه الجزر التي اشتهرت تحديدا بالشاليهات الفندقية لإقامة شهور العسل فيها أصبحت محجوبة عن العرسان القطريين. لكن الزمن رمضان والزواج قليل، فصبرا آل قطر، إن موعدكم اسطنبول. ما الذي يمكن أن يدفع دولة نائمة خلف المحيط إلى مقاطعة دولة قائمة في الخليج؟ عملية قطع العلاقات العربية الأخيرة اللي حصلت كلها معمولة جزء من العرب اللي قطعوا مجاملة للسعودية، وده الجزء الأكبر، وجزء تاني دفعت له السعودية الثمن عشان يقطع. نائب قائد ميليشيات المقاتلون من أجل السلام لم تكون الخلاف على مبادرة السلام العربية. لولا الحكماء منا لظن الإسرائيليون اللطفاء أن كل العرب إرهابيون مثل أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي. لكن في اللحظة الحاسمة يقيد للأمة رجال يطلون من الديار المقدسة في مقابلة سكايب مع القناة الإسرائيلية الثانية ليقولوا للإسرائيليين: انتبهوا، أنتم أحباؤنا ونحن ننتهج سياسة جديدة لا مكان فيها للإرهاب. شو الهدف من الخطبة السعودية المصرية الإماراتية باتجاه قطر؟ هذه أن هناك سياسية تتبناها المملكة العربية السعودية والأمارات ومصر، وخاصة بعد قمة الرياض. لن يكون هناك أي مكان في سياسات هذه الدول في للإرهاب أو في للجماعات التي تستخدم الدين لتحقيق مصالح سياسية كمثل حماس والجهاد. هي إسرائيل قائمة أساسا على مجرد فكرة دينية ومغلوطة، وبالإذن منكم يعني ما تأخذونا على كلمة مغلوطة، وهي تتوسل الدين للاحتلال والاستيطان، وهمها الآن الاعتراف بها كدولة يهودية. بكل الأحوال في الرياض كما في أبو ظبي ثبت بالوجه الشرعي أن حماس حركة إرهابية. فماذا يقول عجائز الحكمة من أهل البلد في الضفة الغربية بفلسطين؟ هناك مصدر للإرهاب في العالم هو الكيان الصهيوني الموجود في فلسطين. حماس حركة حالها من حال الشعب الفلسطيني، حركة مقاومة ولا تهدف إلى أي تدخلات في شؤون خارجية أو داخلية سوى ما يعنيها هو القضية الفلسطينية فقط. يعني لا، مش منظمة إرهابية، بتدافع عن الشعب الفلسطيني، وهي حركة مناضلة مثلها مثل فتح. حماس ما هي فصيل وطني فلسطيني مقاتل ضد العدو الصهيوني، مش إلها ممارسات إرهابية بالخارج إطلاقا، فما بحق لحدا يصنفها التصنيف. هذا الاتهام باطل، واتهام مرفوض من الشعب الفلسطيني بأكمله، سواء فتح سواء حماس سواء التنظيمات الأخرى، لأن حركة حماس حركة مقاومة للاحتلال. طول ما في احتلال في شرعية للمقاومة. ونحن بنعرف الإملاءات هاي كلياتها من وين بتيجي، من أمريكا اللي بدها تحاول تحيي اتفاقيات وتقسيمات جديدة في المنطقة، وبالتالي أي عائق موجود في المنطقة وأي تيار مقاوم في المنطقة تتهمه بالإرهابي، وبالتالي ضرورة التخلص منه لتسهيل عمليتها في عملية احتواء هذه المنطقة. حركة حماس حركة مقاومة، لن نقبل إن حدا يصفها بالإرهاب. في صفحة الإعلانات المبوبة: مطلوب للعمل في الخليج رئيس تحرير صحيفة، حائز على دبلوم في التمريض، خبير في التقلبات المعوية، الخبرة غير ضرورية والمعاش مغرٍ. السيد رئيس التحرير جميل الزبادي، كيف ستنتهي برأيك أزمة قطر مع نصف مجلس التعاون؟ سوف تنتهي في عيادات الأطباء. نعم، فالمعدة بيت الداء،
وبصفتي خبيرا متخصصا في الصحافة الباطنية أقول إن أمعاء أخوتنا القطريين لن تتحمل الزبادي العثماني ولا الأطعمة الفارسية الملتهبة. وهكذا فالمعركة رابحة ضد قطر تتحالف فيها الدول المحاصرة مع أمعاء القطريين. أما الأجانب المقيمين في قطر فأمرهم ليس مهما بطبيعة الحال، عاشوا أو حتى ماتوا. سيد جميل، أنت تقول الزبادي العثماني وأطعمة فارسية، هل هذه المصطلحات دقيقة إعلاميا؟ وأنت ماذا تأكل مثلا؟ أنا أتناول البيض الصهيوني بالزبدة الصليبية، وهما ملائمان تماما لمعدتي. الصحافي جميل الزبادي المتخصص بالأمراض الباطنية والجهاز الهضمي، شكرا لك. الكاتب البحريني موفق الخطاب كتب مقالا غير موفق تحت عنوان انتهت اللعبة يا قناة الجزيرة. هو ليس موفقا ليس لأنه يهاجم الجزيرة، بل لأنه يتناقض تماما مع الأرشيف الحي، وخصوصا العائد لحلف المقاطعة. مثلا هو يرفض ما توصف به الجزيرة بأنها قناة الشعوب العربية، فماذا يرد عليه أرشيف الأمير الوليد بن طلال؟ تلك القناة التي لم تقف يوما مع الشعوب العربية ولا مع أي قضية من قضاياها، بل كانت خنجرا مسموما يحز في جسد الأمة العربية والإسلامية. طبعا أنا دراساتنا أثبتت ماذا؟ أثبت أنه قناة الجزيرة هي قناة الشعوب وقناة الشارع العربي. الكاتب في حلف المقاطعة يحمل قناة الجزيرة مسؤولية ما يصفه بسقوط بغداد، ونسي أن دول الخليج عموما كانت جزءا من حرب مزمنة على نظام الرئيس صدام حسين. لكن دخول قناة الجزيرة على الخط وبثها أخبارا كاذبة ملفقة عن سير المعارك، وخاصة معركة المطار والترويج باختراق وسقوط حزام بغداد، ساهم في انهيار قطاعات عريضة من الجيش العراقي وتركهم لمواقع الصد، مما عجل في حسم المعركة لصالح المحتل. أذكر تماما أن أحد أشقائنا القادة العرب ذهب إلى ملك السعودية ليقول له أنه علمت من السفير الأمريكي في دولتي أنه أنتم تنوون مع أمريكا أن تقسموا العراق. ثم جاءت الروايات لاحقا، بل جاءت الحقائق لتكشف في الغرب عن دور عدنان خاشقجي المعروف في صداقته وفي علاقاته مع المسؤولين السعوديين في إيران جيت. الجزيرة بدت بعيون بحرينية أنها دفعت بالشباب للخروج على الشرعية في بلدانهم في ثورات الربيع العربي، تنذكر متن عاد. فكانت تنفخ ليل نهار بأبواقها المأجورة لتدفع بالشباب الذين لا يفقهون ضريبة الخروج على الشرعية. ستنتهي الأزمة السورية بدون بشار الأسد، لا مكان له، هذا أمر محسوم. وكما ذكرت مرارا وتكرارا على بشار الأسد أن يذهب يرحل، أما عن طريق عملية سياسية وهذا ما يفضله الجميع، أو أن الشعب السوري سيبعده بالسلاح. آخر المقال التهديدي انتهت اللعبة وحانت التصفية واقترب يوم الحساب، هو أن الجزيرة باتت الذراع الإعلامية للحشد الشعبي العراقي والجيش وميليشيات النظام السوري وحزب الله وميليشيات الحوثي، والوقوف في صف واحد مع الآلة الإعلامية الإيرانية وغض الطرف عن كل ميليشياتها وإجرامها في العراق وسوريا واليمن ولبنان. أثار الفيلم الوثائقي حكاية حسن الذي عرضته قناة العربية استياء الأوساط العربية بشكل عام وسوريا بشكل خاص،
وذلك بعدما أظهر الفيلم زعيم ميليشيا حزب الله المتورط بقتل الشعب السوري بمظهر البطل المقاوم والمدافع عن قضايا الشعوب العربية. حكاية حسن على العربية، أرادوا أن يذموه فمدحوه. ربما لم تجد جريدة السفير اللبنانية لأصحابها الإيرانيين أفضل من هذا العنوان لتشمت ليس فقط بقناة العربية بل بالمملكة العربية السعودية أيضا. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشكو من صمت هاتفه فهو لا يرن. كلموني. وانا كنت دايما اقول لكم كلموني بالتليفون وحد يقول لي حاجه، عمري ما حد كلمني، ما اعرفش ليه. هذا اتصال منا فخامة الرئيس. سيدي، بعد قطعكم العلاقات مع قطر هل ستستردون مواطنيكم من الدوحة كما فعلت دول نصف التعاون؟ مع كل التقدير للإجراء اللي أنا بشكركم عليه، لكن طب ما الناس دي ليها بيوت مفتوحة دلوقتي، بياكلوا منين؟ مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز الشيخ بارك قرارات مقاطعة قطر وحصارها، فهذه أمور إجرائية فيها مصلحة للمسلمين ومنفعة لمستقبل القطريين. خاف الله يا شيخ، عبارة كاد أن يقولها للمفتي وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون عندما ذكر المسلمين أنهم في شهر رمضان. ندعو المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر لتخفيف الحصار على قطر. نعتقد أن هذه تداعيات غير مقصودة خاصة في شهر رمضان الفضيل، وبالإمكان معالجتها فورا. لاعب برشلونة السابق تشافي هرنانديز شفق أيضا على المسلمين وطالب بفك الحصار عن قطر في رمضان. During this month of Ramadan, I would like to call for an end to the crisis in the Arab world and the end of the blockade against Qatar. في المقابل تخيل حارس المرمى المصري عصام الحضري ميكروفون بN سبور تسديدة كروية تكاد تخرق الشباكة فانقض عليها ورماها خارج منطقة الجزاء. وعقب المباراة رفض عصام الحضري حارس المنتخب المصري الإدلاء بأي تصريح لقنوات BN سبورتس، وأظهرت لقطات إزاحة الحضري لميكروفون BN سبورتس خلال حديثه للصحفيين عن المباراة التي جمعت مصر بتونس. يأتي ذلك بناء على قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بمقاطعة كافة وسائل الإعلام القطرية. إعلام المقاطعة يعترض على مصطلح حصار قطر وبات يقول إن قطع المنافذ ليس بحصار، فهناك ماء وسماء ليست خاضعة لدول الحصار. الإعلام نفسه كان قد اجتهد باكرا في الحرب النفسية وركز على حصار مثلث الأبعاد بري وبحري وجوي. انتباه إلى جميع الدول العربية، إذا لم تقاطعوا قطر فقد تخسرون أجزاء من أراضيكم على قناة أبو ظبي التي بثت في أحد برامجها صورة لخريطة المغرب مبتورة منها صحراؤها، وذلك بعد إعلان المغرب موقف الحياد البناء بشأن الأزمة الخليجية. كذلك اهتمت قناة العربية الحدث بعرض تقرير حول الصحراء الغربية يبرز وصف جبهة البوليساريو للمملكة المغربية بأنها محتلة لما تصفه بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. مقاطعة جزر المالديف لدولة قطر كسرت قلوب العاشقين القطريين، فهذه الجزر التي اشتهرت تحديدا بالشاليهات الفندقية لإقامة شهور العسل فيها أصبحت محجوبة عن العرسان القطريين. لكن الزمن رمضان والزواج قليل، فصبرا آل قطر، إن موعدكم اسطنبول. ما الذي يمكن أن يدفع دولة نائمة خلف المحيط إلى مقاطعة دولة قائمة في الخليج؟ عملية قطع العلاقات العربية الأخيرة اللي حصلت كلها معمولة جزء من العرب اللي قطعوا مجاملة للسعودية، وده الجزء الأكبر، وجزء تاني دفعت له السعودية الثمن عشان يقطع. نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي العراقي التي لم تشملها قائمة إرهاب نصف التعاون أبو مهدي المهندس يقول: سيطرنا على الحدود مع سوريا وسوف نلاحق داعش إلى الرياض. وسنلاحق داعش أينما يكون، ما يصدق علينا فنشوف من وراء الحدود إن شاء الله. مستمرين إن شاء الله. مستمرين إن شاء الله. والله مستمرين في الرياض.
النائب مثال الألوسي يشكر الشيطان، فلولاه لما تقدم الجيش العراقي والحشد الشعبي في معارك الموصل. صحيح تحرير الموصل عمل جبار، نعم، بس ايضا عمل للتحالف الدولي. اول الشيطان الاكبر امريكا، لو امريكا تعاوننا احنا نتقدم بالموصل. طيب السؤال هو أن أمريكا تساعد ميليشيات الحشد الشعبي غير الإرهابية في الموصل، وتساعد الميليشيات الكردية في سوريا برغم وجود جيوش تقاتل فيها، فلماذا لا تساعد هذه القوات الأمريكية الحكومة اليمنية الشرعية في قتالها ضد ميليشيات صالح والحوثيين المتمردة؟ أخيرا، هل يشكل رمضان وفق عاداتنا الغذائية فرصة لإنقاص الوزن واعتدال الجسم؟ أم إن الإفراط في تناول الطعام وخصوصا في الأجواء المصرية المميزة في الشهر الكريم يجعل الأمور عكسية؟ عادة في رمضان وزنك بيزيد ولا بيقل؟ انت شايف ايه؟ هو كده ولسه هيزيد زيادة، هيعمل ايه؟ بيزيد طبعا. بيزيد. الحلويات. يعني انت لو حاطط في دماغك ان انت هتعمل رجيم في رمضان، لا صدقني هتلاقي الموضوع معاك بيعلى قوي، 10 كيلو 11 كيلو. بزيد في رمضان. والسبب برضو الحلويات والمشروبات. لكن انت جوه رمضان انت وزنك بيقل من الصيام طبعا، طبعا انت بتقعد طول النهار قاعد، مفيش اكل، مفيش اي حاجه، انت بتتعبد طول النهار. هو الشهر عباده قبل اي حاجه. بغض النظر عن الحلويات، بس اديني بقى في اللحوميات، اديني بقى في اللحوميات، بطاط، لو اي حاجه فيها زفرة العين. لا بيقل. لا بيزيد. معرفش. ادعي لي اللي يخس. باكل كتير، بس ما اعرفش بيزيد ازاي. العزومات مثلا والمحشي؟ بروح كل العزومات. كل سنه وانتم طيبين. يا مرحبا رمضان، يا مرحبا رمضان، يا مرحبا رمضان. ختاما، كان حميد يتبضع من السوق فاختلف مع البائع على جودة الزيت، وتطور السجال إلى صفعة قوية تلقاها حميد على وجهه من البائع ووقع على الأرض، فأصر على أن يذهبا إلى القاضي، ولم يكن حميد يعلم أن التاجر صديقه ويرشوه بالزيت. روى حميد مظلمته فحكم القاضي له ب30 دينارا تعويضا على الصفعة. استأذن البائع القاضي ليحضر المبلغ ثم يعود، فأذن له، وطال الانتظار لساعات حتى أدرك حميد المقلب الذي وقع فيه، فتشاجر مع القاضي وصفعه على وجهه وأوقعه أرضا تماما كما فعل معه البائع، ثم اعتذر من القاضي على ثورة غضبه وقال له: أعرف ديتها، فأنا ذاهب الآن، وعندما يعود بائع الزيت خذ المال منه تعويضا على الصفعة. إلى اللقاء. يا نايمين اقعدوا، اقعد يا ابن بلادي، وقعد وياك الديرة العاصمة بغداد، وقعد وياك الجيرة كربلاء.